مرحباً بكم في قناة معلومات عمرك ما سمعتي بيها. اليوم قصة مرعبة. رجل وجد ميت في سيارته داخل كراجه المغلق، الأبواب مقفلة من الداخل. ما فيش آثار عنف. شنو صار فعلاً؟ الضحية هو ماركوس، مهندس ناجح، كان مهدد يفضح فساد مالي كبير قبل يومين من الحادثة. وهذا الشيء اللي يخلي الشكوك تبدأ. في ليلة باردة، الجيران سمعوا المحرك شغال. الصباح، الشرطة لقت ماركوس جالس في مقعد السائق، حزام الأمان مربوط، والمحرك ما زال شغال، والأبواب مقفلة من الداخل. الغريب أن الكاميرا توقفت فجأة في 1:47 صباحاً بدون سبب. ولقوا مذكرة بخط يده مكتوب فيها: أنا آسف، لكن الخط كان مهزوز بزراف، كأنه كتبها تحت ضغط كبير. واش فعلا انتحار ولا جريمة قتل محترفة خلات كالشيء مسدود من الداخل؟ السبب الأولي كان تسمم بأول أكسيد الكربون، ولكن التفاصيل كتقول العكس. غنشوف الأدلة الغريبة والنظريات المجنونة. قولي في الكومنتات، واش تظن انتحار ولا حد دارها؟ دابا نشوف الأدلة الغريبة. التشريف قال سبب الوفاة هو تسمم بأول أكسيد الكربون، لكن العائلة رفضت تماماً فكرة الانتحار. ماركوس ما كانش عنده سبب يديرها. على شاشة الكاميرا توقفت فجأة بدون سبب. وعلاش المذكرة اللي لقاو مكتوبة بخط يد مهزوز، كأنه كان تحت تهديد. ماركوس كان كيهدد يفضح فساد مالي كبير قبل يومين. واش الشريك هو اللي قتله؟ ولا شيء حد دخل من فتحة تهوية صغيرة وهرب بحال الشبح. حتى لليوم في 2026 القضية ما زال ما حلتش رسمياً، والعائلة باقة كتقلب على الحقيقة. الحكاية باقة غامضة. شكونا دارها برأيكم؟ قولوا لنا النظريات ديالكم في الكومنتات. ما تنساوش لايك واشتراك لقصص غريبة أخرى. سلام.